أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها. رسميا إبراهيم دياز حسم نهائيا في المنتخب الذي سيمثله. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. بعد صراع طويل بين المغرب وإسبانيا للحصول على خدمات اللاعب الموهوب إبراهيم دياز، حسم النجم ريال مدريد أمره أخيرا واختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي وفق آخر التقارير، حيث أفادت تقارير موثوقة أن إبراهيم دياز أعطى الضوء الأخضر لمدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي لتمثيل المغرب بداية من شهر مارس المقبل. فاللقاء كان مثمر مع وليد الركراكي، وكشفت نفس التقارير كذلك أن اللقاء الأخير الذي جمع دياز والركراكي في مدينة مليليا المحتلة سار بشكل إيجابي للغاية، حيث تم التأكيد على الدور الأساسي الذي سيلعبه اللاعب مع المنتخب الوطني المغربي. قرار حاسم من إبراهيم دياز. أكدت مصادر مقربة من اللاعب أن دياز اتخذ قراره بشكل نهائي لا رجعة فيه، وسيحمل قميص المنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات القادمة. فمن المتوقع أن يظهر دياز لأول مرة رفقة أسود الأطلس في المباراتين المقبلتين لأسود الأطلس خلال شهر مارس، حيث سيواجه كل من غينيا بيساو والغابون في إطار تصفيات كأس أفريقيا 2025. إلى هنا ينتهي الخبر، لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد.